تحدث 100 حادثة سير أمام منزله كل يوم، لكن ردة فعله الأولى لم تكن إنقاذ الناس، بل كان مشغولا بانتزاع المسامير من الطريق، لأن كل هذه الحوادث هو من دبرها. فكل ليلة يخرج هو وزوجته ليثبتوا المسامير في الطريق بهدف إيقاف السيارات المارة. في البداية كان يكتفي بنثر المسامير على الطريق السريع، لكنها كانت تدفع بعيداً بسبب الشاحنات الكبيرة، لذا قرر أن يثبت براغي تمدد في الأسفلت ثم يطرق فيها المسامير. ومنذ تلك اللحظة كل سيارة تمر كانت تقع في هذا الفخ، لكن جيمي لم يكن يفعل هذا ليسرق السائقين، بل لأن ورشة إصلاح السيارات التي يملكها هي الوحيدة في نطاق 10 أميال. لذلك السيارات التي تثقب إطاراتها لم يكن أمامها خيار إلا التوجه إليه، وما كان يجب أن يكلف 20 دولارا كان جيمي يتقاضى عليه 2000 دولار. ومع ذلك لم يشتكي أصحاب السيارات إطلاقاً، بل إن بعضهم كان يعطيه بقشيشاً أيضاً. وبهذا الشكل بدأ جيمي يحقق أرباحاً طائلة، وبصفته مالكاً لورشة إصلاح سيارات استطاع أخيراً شراء سيارته الأولى. وكلما مر أحد بجوارها كان يضغط على جهاز الإنذار فقط ليظهر للناس أن لديه سيارة جديدة، لكن هذا النمط من الحياة لم يستمر طويلاً.